السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. رجعت لكم اليوم مقطع جديد وفيديو جديد. ايش دخل مقطع جديد وفيديو جديد انا مش عارف، بس المهم هذه المقدمة تبعنا. اليوم جايب لكم بطيخة خطب من جديد، واول لما خطب حلب ام خطيبته. حلب ام خطيبته؟ لا مش حلبها، جاب العيد في خطيبته يعني. المهم هذا البني ادم من اول ما خطب تحسه انه خاطب مخصوص علشان يسوي فيديوهات هو اياها على اليوتيوب. بتحسه من كثر ما هو بنزل فيديوهات هو وخطيبته ماخذ الخطوبة مشروع ليه، مش مشروع جواز، ماخذ الخطوبة مشروع ليه علشان ينزلوا مقالب هو وخطيبته. حلب ام الموضوع حلب. يعني اول شيء نزل فيديو خطبتها، احنا قلنا تمام خطب له خطيبة وراح يتجوز هو اياها، تمام. على طول المقطع اللي بعديه يوم الطلبة قرأنا الفاتحة، قلنا تمام هو خطبها وقرأ الفاتحة، مش مهم نعدي له الموضوع. بعديها على طول نزل مقطع تعرفوا على خطيبتي جاوبنا على اسئلتكم. بتحسوا ماخذ موضوع الخطبة مشروع ليه على اليوتيوب علشان ينزل مقالب ومقاطع هو وخطيبته. المقطع اللي بعديه على طول مقلب اخوات البنات تضاربوا مع خطيبتي قدام امي، كل المقاطع حضر ورا بعضهن على طول. بعديها على طول مقلب الخيانة بخطيبتي، وخليكم مركزين في العنوان هذا لان احنا راح نتفرج على هذا المقطع وراح اوريكم كيف هذا شيرو بيسوي المقالب عنده في القناة. المهم المقطع اللي بعديه على طول تحدي الكراسي المعلقة مع خطيبته من اول ما خطب لغاية اخر مقطع الان في القناة لازم اسم خطيبته في الموضوع، لازم عشان يجيب مشاهدات. المهم انتم فاكرين اليوتيوبرية خاصة اللي بيسووا محتوى عائلي لما بيسووا مقالب في بعضهم، اذا انت كنت مفكر ان المقالب هذه صدق هم بيسووها ما راح اقول عنك غبي، راح اقول عنك مغفل، لانه ما في ولا يوتيوبر على اليوتيوب قاعدين بيسووا المقلب حقيقي، كلهم قاعدين يمثلوا. راح تقول لي ودي دليل على كلامك، راح اجيب لك فيديو لشيرو من غير مونتاج قبل المونتاج، يعني هو الفيديو هذا وصلني قبل ما يتمنتج وينزل على اليوتيوب، تمام. راح اوريكم الفيديو وراح اوريكم كيف كمية التمثيل في الفيديوهات عشان بعد كذا ما تصدقوا اي واحد سوى مقالب على اليوتيوب، تمام. مين اللي صعب بعت لك؟ ها؟ تون مين اللي صعب؟ ولا حدا اعطيني اشوف. مين حبيبتي؟ لا بدك اعلى تكوني اجريسيف اكثر، ماشي؟ ردة فعلي ما عجبتك؟ ما عجبتني اقوى؟ واذا بتحسي تنزلك دمعتين ثلاثه كمان كون احلى مقلب خيانه في العالم. كيف الخسيس هذا قاعد يقول لها مثلي تمثيل اقوى من كذا. وطبعا الفيديو هذا بعد المونتاج لما ينزل لكم على اليوتيوب بيقص منه كل الكلام هذا، تمام، وبينزل لكم بطريقه جدا احترافيه، وانتم نفسكم بتصدقوا مع المؤثرات مع الاشياء الحلوه مع المقبلات والسمسم مع الوجه. اي واحد بيشوف الفيديو هذا بعد المونتاج بيقول ما شاء الله شيرو بيخون خبيبته. فانتم تفرجوا على المقطع وشوفوا كيف كميه التمثيل اللي في مقالب الخيانه والمقالب عامه على اليوتيوب. اهم شيء مكياجك ظابط، كل شيء ظابط، كل شيء حلو، شويه سواد، شكلك بيرفكت. طبعا مشان ما حطت كثير ميك اب عشان يبين انه مقلب حقيقي، صح؟ ما في كاميرا صح هون؟ شوفي وراها بلكي هيك ما في، صح؟ اوكي. تون مين حبيبتي؟ مين حبيبتي؟ برافو عليك. بحس التمثيل زبط في المرة الثانية أحسن من المرة الأولى. أنا قلت لكم جايب لكم فضايح بنت لذينة، طلعت فضايح لمكس، اللي ما شاف المقطع يروح يشوفه، مكس وضحى، وطلعت فضايح لوائل ونورس، والآن فضايح لشيرو. مقلب الخيانة، ليك الكاميرا. تحقير، لا تعملها، ما شفتيها؟ لا تعملها فيا مرة ثانية لو سمحت. بمزح معك، أنا بحبك. على المقالب التمثيل. طبعا المقطع هذا لما ينزل لكم على اليوتيوب ينزل بعد المونتاج وبعد القص واللزق، بتشوفوه بمقطع جدا احترافي وهو كله تمثيل. شوفي مين هاي اللي عاملها لايكات وكومنتات؟ ده مقلب الخيانة. هي لا ثواني اشوف الكاميرا ظابطة مخبأة هيك الكاميرا. انا مش شايفة الكاميرا ظابطة، شفت يعني كل شيء ظابط تمام، كل شيء محطوط وجاهز. خلينا نكمل المقلب. اوف واخيرا حندق للحب. شوفوا يا اخوان هي لابده في الكرسي الوراني على اساس انه هو ركب السياره وما شافها، تمام. خلينا نمشي مع الحمار لما نشوف اخرته. سووا نفسكم مصدقين المقلب، تمام، انتوا سووا نفسكم مصدقين المقلب. هاي حبيبي اشتقت لك. أنا كمان كثير. شو عم تساوي؟ ولا شو أنت لحالك؟ ايه لحالي الحمد لله، خلصت واخيرا يا شو اللي لحالك هاي؟ مين هاي؟ ها؟ مين هاي؟ من وين طلعتي انت؟ مين هاي؟ من وين طلعتي؟ هلا بدك تحكي لي مين هاي؟ وين كنتي متخبية؟ كنت متخبية هون. كنتي هون؟
ما شفتك؟ واو يا مقلب النار اوميغاي. واو هذا مقلب ابن الذين يلعن ابو ام التمثيل يا اخي. انا بطلت اتفرج على ولا مقالب من تبعات اليوتيوبر هذول، بطلت اتفرج عليهم اصلا. انا فتحت الباب. ما شفتني لا. يا الله شو قوية بالاختباء. اوف نضيع الموضوع من هاي. اقسم بالله اليوتيوبريه هذول بيجيبوا الجلطه، والتمثيلهم بيجيبوا الجلطه. طبعا انتم ما راح تشوفوا المقطع هذا زي كذا، فهمتوا كيف؟ بعد المونتاج راح تشوفوه مقطع ثاني، بس انا جايبه لكم من غير مونتاج. ولهون نكون وصلنا لنهاية الفيديو. بدنا منكم توصلوا الفيديو هذا كم لايك؟ وصلوا ل 100,000 لايك، وان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. بس خلينا الفيديو يا سلام، احنا متنا من الفيديو، من جمال الفيديو مش قادرين نتخطى هذا الفيديو. كثر جمال الفيديو احنا مش عارفين نتخطاه. تخيلوا من كثر المقلب القوي هذا، من كثر مقلبكم النار السفاح، راح اعيد المقطع 10 مرات. فانتم شفتوا بالدليل المقالب اللي قاعدين يسووها اليوتيوبريه، ومش شيرو بس قاعد يسوي هذا المقالب، التمثيل 99.9% من اليوتيوبريه اللي بيسووا مقالب كل مقالبهم تمثيل. تمام. بعد ما شيرو هذا خطب خطيبته وقلب محتوى القناه لمحتوى خطيبتي. خش قناه شيرو تمام وتفرج على المقاطع تحت بعض، من اول فيديو الخطبه لاخر فيديو هو سواه، ما في فيديو نزله الا حط فيه اسم خطيب. في استراتيجيه اليوتيوبريه بيسووها، انه لما المشاهدات تطيح عنده تمام بيقوطر يسووا له شيء غبي او شيء حلو، فهمت كيف؟ يعني مثلا بيروح يخطب، اذا راح يخطب بينتشر في التواصل الاجتماعي ومش عارف ايه، ويطلع الترند وترجع المشاهدات زي اول، ويحط اسم خطيبته في العنوان والمشاهدات بترجع زي اول، فهمتوا كيف؟ هذا لما تطفى مشاهداته بيسوي هذا الحركه. فانتم خلي بالكم من هذول اليوتيوبريه. بس كيف المقلب تبع شيرا نار، تمثيل 100%، تمثيل ابن الذين. طبعا المقلب هذا انا جايبه لكم من غير مونتاج، بعد المونتاج انتم بتشوفوا مقطع شيرو بشكل جدا خرافي. طبعا انا الموضوع خلص والمقطع خلص وانا مش عارف كيف اوصل المقطع هذا 8 دقائق صراحه قسم بالله، يعني لازم المقطع يوصل 8 دقائق وانا مش عارف كيف اوصله 8 دقائق. اصلا الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه خلص، وهذا مقطع عشوائي كذا، يعني جبت المقطع هذا كذا وقلت اسوي لكم مقطع على اليوتيوب. ايش رايكم؟ بس خلينا نشرب مي نطير شويه وقت. إذا أنت واصل هذه اللحظة وما حطيت لايك ولا اشتراك، أعرف إن الشيطان منعك. الشيطان قاعد يقول لك لا تشترك عنده، إنه محتواه انتقاد، إنه يغلط على اليوتيوبرية، إنه قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وحط لايك واشتراك وفعل. خلينا نوصل 5000 مشترك يا أخي في أسرع وقت، بدنا نوصل 5000 مشترك يا أخي. إذا أنت ما حطيت لايك حط لايك واشتراك وفعل الجرس. إن شاء الله أشوفكم فيديو جديد ومقطع جديد. إذا وصل هذا المقطع 150 لايك راح أنزل لكم قصة بنت لذينة، قصة بنت شلنطة طحية، بس أنتوا وصلوا المقطع حتى 150 لايك وانزل لكم قصه راح تعجبكم كثير جدا عمن خالد. تمام. وان شاء الله اشوفكم بمقطع جديد وفيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.